سلام الناس الكل. انا نحب عملت الفيديو هذايا بالذمه للناس اللي عايشه لبرا وتروح باش تتفرد في بلادها، معناها تروح باش تفيد بلادها وباش تتفرد وتبدا متوحشه بلادها وعائلتها وكل شيء. ساعه اول حاجه اللي يسكنوا في الوتله، اول حاجه نحب نقول لكم رد بالكم وقت اللي تجيو تسكروا الباب ثبتوا في اللسان. باش نقول لكم شنو صار لي. سكنت 3 ليالي في اوتيل في جربه، ومعناها اوتيل 5 ايطوال على خاطر بنتي وباش نتفرهدوا شويه وكل شيء. ثالث نهار لميت دبشيري قلت اموري باش نعمل تشيك اوت، هبطت نعمل فيه بتي داج ومن بعد باش نهزو دبشنا وخارجين. رجعت هزيت دبشي كيما انا مسكرت وخرجت، مشيت لداري، داري مش بعيده ديجا على الاوتيل. حليت دبشي ما لقيتش ذهبي، لقيت ذهبي ما فماش قطعه ما فماش. رجعت نجري ديريكت للاوتيل. مشيت للريسبسيون قلت لها عايشه اختي نحب اي حد معناها مسؤول في الاوتيل. قالت لي تفضلي علاش؟ قلت لها خاطرني تسرقت. قالت لي علاش انت منين جيت؟ من صفاقس ولا من تونس؟ قلت لها عزيزتي انا جارتكم ما عندي منين جيت، معناها انتم في مخاخكم معناها اللي تسرقوه خاطر باش ياخذ الطياره ويروح وصايين مسكن تمشي عليه حوايج ودنيته. لا انا راني لهنا بحذاكم. عيط لي عايشه اختي المسؤول، باهي جاني مسؤول، جاني شنو مسؤول سيكوريتي، شيف ظهر لي شيف هكا سيكوريتي ولا اسيستون سيكوريتي، اسيستون سيكوريتي. باهي جاني حكيت له قلت له يا خويا راهي الحكايه هكا وهكا وراه مذهباتي سكرت عليهم وراهو معناها وخارجين تشيك اوت جوست راني هبطت 30 مينوت باش نفطر ولا قداش قعدنا قريب 45 مينوت جوست عملنا ابتداش فطرت بنتي صغيره وخارجين. ساعه الراجل بارد نورمال ما عملش حتى عادي نورمال، قال لي باهي وكي اعطيني نمرك تو نكلمك كوم سي معناها ضيعت اكسسوار ولا حاجه عاديه ولا معناها ماهيش حاجه دو فالور. لا قال لي اجا نطلعوا للشامبر، لا اجا لوج الشامبر، لا ادخل شوف البيت بالك شي، ما قال لي حتى شيء. قلت له باهي خويا شنو نعمل معناها نمشي انا للمركز تلمو وانا مانيش فاهمه، لا نحب مراكز ولا نحب شرطه ونحب حاجتي ترجع لي. ميسالش خليني نحكي دي ديتاي خلي الناس تفهم باش كي تصير لها مواقف كيف هكا تعرف كيف تتصرف. المهم قال لي غدوه نكلموك. هاي استنيته من غدوه حداكش ل 11 نتاع الصباح ما كلمني حتى حد وعندهم نمرويا، لا كلمني لا مدير لا مسؤول لا ما كلم سيكوريتي ما كلمني حتى حد. هزيت روحي وعاودت مشيت. انا باقي هذا الكل نحب نيفيتي اكا دخلت المركز وكل الشوشره هذيك الكلها انا ما نحبهاش وما نحبهاش فوالا. عاودت رجعت جاني قال لي اختي ما لقينا حتى شيء. قلت له يا خويا متاكده؟ كيفاش تقول لي ما لقينا حتى شيء؟ راني في اوتيل معروف 5 نجوم 5 ايطوال، كيفاش يا خويا كيفاش تقول لي ما لقينا حتى شيء؟ حلي الكاميرا. قلت له حلي الكاميرا، انا وقت اللي طلعت للابتداج نحب نشوف شكون دخل ورايا، ما حبش يحلي الكاميرا. خلاني ساعه ونص وانا نتجبه فيه. هاي المهم عمل لك هيك مشي عاود رجع لي قال لي تفضل معايا. هاي نتبع فيه انا وراجلي وراه مانيش عرفته وين هززني يضرب تشوف كاميراوات ماشي ونقول برا تبع سرق الباب الدار. هاي تبعته مشينا طلعنا هزني للشومبر اللي كنا ساكنين فيها. حل الباب نو مش حل الباب، نلقى المراه الجوفرنونت واقفه في الباب. قلت لها سلام، قالت لي سلام. عملت هكا دخلت نلقى الفام دو ميناج اللي راجلي ديجا شافها ويعرفها واللي شك فيها من الاول ديجا. دخلت سلام غزرت للسرير اللي هو الفيديو تو نهبطه لكم وتشوفوا كيفاش اختي واقفه وتصور خاطر طلعت معايا اختي زاده. نلقى الذهب محطوط على السرير. قالت لي تفضلي يا مدام ذهبك. ما هزش الفلوس ما هزش الفلوس ما تهزوش 1000 يورو في ساكي او مازالوا قاعدين ديجا حل السمع 1000 يورو فرز هز الذهبات وخلى الباقي وراس اختي فوالا. لا نصور وراس اختي. اسمعني احنا في بلادنا ومن حقنا اي كلموا المدير فوالا. باهي مادام كمل المدير. لا نحب الشرطه تجي والمدير يجي.
قلت لها وين لقيته؟ قالت لي لقيته تحت المخده انت حطته، وانا مانيش خيمه بهلوله نحط في ذهبي تحت مخدتي، انا لميت فاليزات. اون ساشون ثم كوفر فور، مام كوفر فور تحط في الكوفر فور، دونك علاش باش تحطها تحت مخده فوق في خزانه، دونك في خزانه اللي احنا ما حليناهاش ديجا الخزانه هذيك. باهي عملت هكا، ثبتت نلقى فرده وخاتم ما فماش ناقصين. قلت لها باهي شوفي يا اختي عندي فرده وخاتم ناقصين، كملوا لي نتاعي وبارك الله فيكم وبالسلامه، والموضوع وفاه وتسكر لهنا. انا كان عيني في مراكز، راني مشيت من الاول للمركز. انا قلت خليني نجي هكاكا خير ملي نجيب الحاكم، بالك شي تخاف، بالك شي ما تعطينيش، بالك شي ما نعرفش. المهم هكاكا مخي ما قال لي في الاول. المهم عملت هكاكا، قالت لي ما فماش، ما عندكش هذاك الموجود، وراك نسيته مش مسروق، وراك نسيته ماهوش مسروق. يعني انا باش نخبي ذهبي تحت مخده الواش بيني كيفاه؟ ما فهمتش. بغيف قلت لها راني باش نمشي المركز، قالت لي برا على روحك. متاكده؟ قالت لي برا على روحك. خليته، لا جانا ساعه اول حاجه، لا جانا ديريكتور دوتيل، لا جانا حتى حد ما جانا. معناها هذه الحكايه بيني وبين سيكوريتي وغوفرنونت وفام دو ميناج. عملنا هكاكا، خرجنا ومشي، خليت لهم الذهب، ما مسيت حد شيء، خليته ومشيت للمركز. يرحم والديهم. مركز حمص السوق يرحم والديهم الكل، يرحم والديهم الكل. والله وقفوا معايا وقفه، اقسم بالله حسيت كأني عائلتي حسوا بيا. قلت لهم والله لا نظلم، علاش نظلمها؟ انا ديجا اشتري الذهب جاي بركة يتكمل لي وانا مسامحه، وما وصلت جيتكم الا ما هي ما حبتش تعطيني الباقي. قال لي احكي لنا مدام، حكيت لهم كل شيء، كلموها باش تجي ما حبتش تجي. قال لي مدام اطلع معنا في الكرهبه ونمشيو، مشاو معايا. جاء المسؤول هذايا جابوها وطلعوا ورجعنا لحومة السوق. قالت ما هزيتش، واختها اللي جاتها هي اللي سرقت. يا بنتي في طولك، يا بنتي في عرضك، يا بنتي عايش اختي يفرحك، اللي جاب اشترى الذهب هو اللي يجيب الباقي. قالت لي لا ما هزيتش وما مسيتش. قداش قعدنا بربي في المركز وهما كل حد يحكي معاها، يبحثوا فيا يا ربي كل الاحساس اللي حسيت به. المهم وهي تبكي وانا على خاطرني زواليه. وشكون اللي لخر دقيقه بالحق، لخر دقيقه؟ الجوفرنونت شوف جبدت لي زيكستريم تاع الدخول والخروج للشامبر، خاطر لي 5 اتوال فما كارتا بيان سور قلت لكم ما هو محطوطه لسان يتحل، تدخل وتخرج من غير ما معناها ما تتقيد في الاكستري هكا ولا. المهم لاخر دقيقه الجوفرنون تتعاون فيها فغيمون، معناها تضليل عداله، تطمس في الحقائق. انا نقول لها يا بنتي راهو تسرقت وقت اللي هبطت نفطر، لا وهاي الورقه، وجابوا بالحق ورقه اللي هي المراه ما دخلتش. بيان سور ماهيش باش تطلع في الاكستري خاطرها هي حاطه في اللسان نتاع الباب ودخلت من غير ما تطلع. وي مي اون ساشون سي السيكوريتي ما حبوا قلنا لهم حلوا كاميرا، ارجع للكاميرا اون سون فوت لاكارت، ترجع للكاميرا. قال رجعت للكاميرا ما دخلتش. اللي اون ساشون هنا بطنا نفطروا، هي اونتر طون وقت تنظف لي شومبر داعية، كيف شافتنا احنا خرجنا هي دخلت، وهو دونك ما رجعت للكاميرا والا رجع للكاميرا وطفى خباو عليها. عندي دو مي خاطر بالكاميرا ينجم يطلعها دخلت ولا دخلتش، ميم سي هي رونتري معناها ما غير كارتا ينجم يشوفها. مي بون انا نصفيني نقول بوتيتر ما رجعت للكاميرا، وبوتيتر رجع للكاميرا وطفوا الضوء. تستروا عليها، حتى واحنا في المركز تستروا عليها، والمراه ما حبتش تجيب بقيه الذهب، ويتهموا فيا وفي اختي وفي راجلي، ورانا موسعين بالنا لاخر دقيقه، والحاكم موسع باله معانا يرحم والديهم قداش تعبوا مساكن، لا فطور لا ماكله لا حتى شيء، ضاربين رانا من 11 نتاع الصباح لل5 ولا لل7 نتاع العشيه، لا ماكله لا شراب، وهما معانا الله يرحم والديهم. ديما نرجع ونشكر بالحق الحاكم خاطر كان عنده دور كبير، كان هذا صدقني نترزاي فيهم. المهم عملت هكا، وقت اللي خرجت الفام دو ميناج اللي هي واقفه لاخر دقيقه عيني في عينها في المركز وتقول لي انت نسيتهم وانت اختك سرقتك، يا اختي مسكينه، اختي مسكينه راهي شنو صار فيك الاحساس، حطوا رواحكم في بلاصتي وبلاصه اختي. هي بسم الله هي خرجت منا، قعدت نحكي مع المراه،
قلت لها مدام بعتها الفردة والخاتم واستحقيت، انا مسامحتك. قالت لي خرجيني من المركز نجيبهم لك. قلت لها اوكي، اما شنو يضمن لي كان انا نتنازل وانت ما تجيبهم ليش؟ قالت لي خرجني نجيبهم. قلت لها اوكي. هاي قلت لهم انا باش نتنازل. عمتك خلت تليفوني وكلمت اللي مخبيه عندها بقيه الذهب اللي هي تخدم معاها في نفس الاوتيل، فام دو شومبر معاها في نفس عصابه معناها في نفس شدوها ديريكت الشرطه غادي قدام المركز البرة معناها مش حتى جاتنا للمركز هكا. وتوقفوا واللي تسترت عليهم ذهب الكل رجع. ويرحم والديهم الحاكم تاعهم سوق الكل. الله يرحم والديهم. ردوا بالكم وما تسيبوش وما تسلموش في حقهم. والله اعلم قديش من واحد مسكين اللي فاق بروحه مسروق وقت اللي يوصل لبلاده، واللي قاوري ولا ما نعرفش كيفاش ما لقاش حقه، واللي ما ينجمش يراتي طيارته، واللي يبداو مثلا تليفون ولا حكايه فارغه ما ينجمش يطالب بحقه. انا بالزهر اللي خرجت من الاوتيل معناها مشيت لداري، معناها انا جيت عملت 3 جور في الاوتيل و2 ولا 3 جور واش نعملهم وقفت. يعني انا تخيلوا كان وصلت مثلا وروحت. سامحني هم ديجا 3 جور مازالوا لنا عدينا منهم نهار في المركز بين المركز والاوتيل، دونك ديجا فاكونس غاشي ستريس فوالا سي دو نابورت كوا. على قد ما انا هكا المراه تشبهت لها براس والديك كمل لي وما حاجتيش ما نحبش نضرك. مشيت المراه للحبس بساقيها ونقول لها يا خيتي يا عيش اختي امان، انا ما نحبش نركز، ما نحبش نوقفك، ما نحبش نضرك، ما نضر حتى حد، جست اعطيني. وكان والله وراس بنين قلت لها كان بعتهم واستحقيت فلوسهم مسامحتك بر على روحك شيء. واحنا مازلنا نحبوا نحلوا الموضوع على ميابل في الاوتيل. حسيلو انا حكيت لكم بالحق صافي مالو كور اللي اول حاجه اللي صافي مالو كور ديجا. حتى الديريكسيون تاع الاوتيل ما فيهم ولا حتى واحد كان تليفون مثلا واعتذر ولا ديزولي يجوا نحكوا ولا سامحوني. هي ديجا الجوفرنمون قالت بالسلامه حتى معناها ديزولي ولا حكايه ما قالتهاش. ولا الاوتيل كلمنا. سي سا كي في مالو كور معناها باسكو ديجا ايزون مون نيميرو خاطر ريزيرفاسيون ديجا عندهم النيميرو والاوتيل 5 ايتوال سي با دوني دونك تدفع فلوسك باش تتستريك ديجا سا فوالا بور موا سي سا. وتطيح قدر ومعناها تهموني انا وتهموا اختي وتهموا الناس الكل. دونك على فان فريمون فو فار اتونسيون à vous voilà surtout à vos affaires de valeur. واللي تهمونا فيه والوقت اللي قال لك لا وما لا طلعنا هو اللي تسرقنا فيه وهو اللي دخلت فيه الفام دو ميناج وسرقت. وقت تصلوا فوتي de toute façon il faut faire attention à la porte si elle est bien fermée ou pas. déjà ça. واذا تسرقتوا ما تسكتوش وما تخافوش. وفما حاكم في البلاد بالحق، فما حاكم في البلاد. ما تخافوش وما تسلموش في حقكم. هكا هو بسلامة.